وكتير قوي بنسمع بصراحة هذه الكلمة، فكرة إني لو عرفنا نظبط الداخل الخارج بيتظبط، وإن الواقع المادي هو مراية لينا. بحب دايما أكد على معنى كده. بلاش يا جماعة ناخد المعلومات اللي إحنا عارفينها إن إحنا عارفينها. يعني كتير قوي بناخد مصطلح يعني أنا سامع الموضوع ده، عرفته، يعني قريت كتير القصة دي، فبتعامل معاه إن يعني إن أنا عديت الليفل ده. بس هو في الحقيقة إحنا طول الوقت بنحتاج نستقبل أكتر من الداتا اللي إحنا عارفينها. المعلومة اللي بتبدو بسيطة هي بتحمل وراها عمق كبير على قدر سعة كل حد بيبدأ يستقبل من العمق ده. بس هو في الحقيقة كل ما لما الوعي بيرتفع كل ما الدنيا بتبقى أبسط. كل ما الحاجات اليسيرة بتبدأ تشتغل في إيدينا، بيبدأ يتأكتف في واقعنا. فسنيسره لليسر. إن ربنا عز وجل يسهل لك السهل، ما يبقاش اللي متيسر في واقعي العسر. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره برضه بس للعسرى. لأن إرادة الله عز وجل بينا اليسر. ولذلك لما أرجع للداخل وانتبه لجوه علشان يحق علي النص التاني، ينشر لكم ربكم من رحمته، تبدأ تتفتح لي وصلات، يتفتح لي سبل أوصل بيها لأهدافي لأحلامي الوات ايفر كل حد عايز إيه. محتاج انتبه لحتة بقى مهمة أوي أوي عايز أركز فيها النهاردة. وهي إن كل حد يا جماعة ليه سعة. مش كل الناس عندها نفس الكباسيتي. يعني في حد سعته، يعني الكلام اللي انت بتقوله لذيذ وجميل، بس انا بصراحة لو الجو بقى حر شوية خلاص انا بطلع من الحال ده. لو الدنيا بقت في ضغط ما في حياتي بتسرق للحال ده. لو عندي مشكلة في علاقة بتسرق للحال ده. افضل طول الوقت بتشد للخارج وانا مش واخد بالي. لان كل واحد ليه سعة. كل حد بيشتغل على السعة بتاعته بتبدأ يبقى عنده جودة أعلى في السعة الداخلية. خلينا نسهل الدنيا شوية. عندنا آية عظيمة جدا، ربنا بيقول إيه؟ لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. يعني إيه الكلام ده؟ كتير من الناس بتبقى عالقة في وعي إن أنا عايز أنفق كتير، أطلع كتير، أعمل كتير. اتس اوكي. انا ما عنديش مانع ان احنا يكون بنعمل كتير، بس ده يستوجب ان اكون بستقبل كتير. لكن لو انا بطلع اكتر ما باخد، اللي هيحصل اللي هيجي لي لحظة كده يحصل لي بيرن اوت، هتحرق، اقف، ما اقدرش. لو عايز تطلع كتير فانت محتاج تتدرب انك تاخد كتير. لو بالظبط كده بحب ادي مثال زي عملية التنفس. عملية التنفس مبنية على فكرة الشهيق والزفير، مش مبنية على فكرة الزفير ولا على فكرة الشهيق، الاتنين مع بعض. فمفيش حاجة اسمها أنا لو قررت أطلع زفير كتير آخد شهيق قليل، أو مفيش حاجة اسمها هاخد شهيق كتير وأطلع زفير قليل. مفيش كده، هما الاتنين شغالين مع بعض بنفس الريت. فلو في حد نايم مش محتاج يبذل مجهود كتير، فالشهيق خفيف والزفير خفيف، والاتنين متناغمين مع بعض. ليه؟ لأن مفهوم إن هذا الشخص الآن نايم، فأخذه وعطاؤه متوازنين، وسعته الحالية على قد كمية الأخذ ده وعلى قد كمية العطاء ده. طيب لو أنا بمشي فالأخذ والعطاء بتاعي الاتنين هيزيدوا. لو أنا بجري الأخذ والعطاء هيزيدوا. لو أنا ببذل مجهود رهيب جدا الأخذ والعطاء هيزيدوا. مشكلة بعض الناس إن يا إما عنده الأخذ كتير والعطاء ضعيف، أو العطاء كتير والأخذ ضعيف، وده بيطلعنا يحصل لنا امبالانس. خلاص طلعت من حال البالانس ده، السعة بتاعتي يحصل فيها مشكلة. علشان أبدأ أنتبه للفكرة دي محتاج دايما قبل ما أخد أي قرار أتأكد إن أنا في حال توازن. لأن معظم الناس بيحصل لها معاناة عاطفية مادية جسدية وات ايفر، لأني مش واعي على الحتة دي. قرارات بتطلع من حالة غير متزنة جوايا.
انا اتضايقت جدا فخدت قرار، انا اتعصبت جدا فخدت قرار، انا فرحت جدا فخدت قرار، انا بحبه جدا فخدت قرار. لما بعود للتوازن بكتشف ان هذا القرار ما كانش متزن. فدايما القرارات المتزنة تخرج من مساحة متزنة داخليا. ولذلك انا محتاج اخد بالي من سعتي، اني انفق من سعتي، اني ابقى واعي على سعتي. ايوه، يعني ايه سعتي دي؟ اعرف منين ان انا في سعتي دي؟ السعة بتاعت كل حد هو الشيء اللي بقدر اعمله بدون ما احس بضغط. دي سعتي. فسعتي قد تكون في العطاء، اني انا والله قادر اشتري حاجة، والحاجة دي لما بشتريها بسهولة. الحاجة دي بقى بواحد، بألف، بمليون، بتريليون، دي كلها أرقام أرضية. لو واحد عامل فرح مثلا لبنته بمليون، باتنين مليون، في وعي ما هيتقال إن ده سفه. أوكي. لكن في وعي آخر ناس يقول له بس أنت يعني ليه ما جبتش كذا، ما زودتش كده ليه؟ لو حد مثلا في ساعة أخرى، فالرقم بالنسبة لبعض الناس كتير، بالنسبة لحد قليل، بالنسبة لحد أوفر. بس هو في النهاية رقم. امتى الرقم ده يكون في سعتي؟ لو هو في سعتي، لو انا بقدر اعمله بدون ضغط. فسعة هذا الشخص في المساحة دي. طيب لو حد ضغط على سعته، برضه ملهاش دخل بالرقم. يعني واحد كل اللي معاه 10، فقرر انه يطلع 20 و30، فانا معيش الرقم ده، فانا استلفت عشان اطلع اكتر، فانا بضغط على سعتي. واحد عنده العشرة دول وطلع 7 أو 6، اتس اوكي، دي السعة بتاعته. فانا محتاج ابقى واعي ايه السعه اللي انا فيها. لان كل لما ببقى واعي على السعه بتاعتي، كل ما بيحصل لي حاله من التوازن، بدخل في الوعي ده. الناس اصحاب السعه اللي واعيين على السعه بتاعتهم، لو هم في عسر هيتأكتف في واقعهم اليسر. ده وعد من ربنا عز وجل. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزق. طب لو السعة دي ضاقت، مش ينفق تاني من نفس السعة، لا، فلينفق مما آتاه الله. ده اللي بقى معايا دلوقتي. هو مش رقم ثابت. في بعض الناس بتلزم نفسها برقم ثابت، انا لازم اطلع الرقم ده، وبتبقى الحتة دي طالعة من حال تأنيب. لاني لو قللت الرقم ده ممكن يحصل لي مشاكل معينة، انا مش مهم يا سيدي. هي القصة مش كده. القصة ان انا اكون في حال انفاق. اللعبة كلها في حال الانفاق. اكن واحد واخد قرار انا لازم اطلع زفير جامد، سواء انا نايم او انا بجري او انا بمشي، زفيري لازم يبقى جامد. لا، هو ملهاش دخل بالقصه دي. المهم ان يكون الاثنين في حال توازن. لما ابقى في الوعي ده وابقى في المرونه دي، ايا كان العسر اللي بيحصل في حياه البعض هيتاكتف ليا اليسر. لان تاني، سيجعل الله بعد عسر يسرا. بعد عسر يسرا. يعني عشان اوصل لليسر سأمر على العسر. بعد العسر اليسر. بعد المحل اللي حضرتك عايزه، بعد الشارع اللي جاي، بعد المحطة اللي جاية. فده لوكيشن. فاليسر هو شيء موجود، ولكن للي بيعرف يمر بسلام من العسر. مش بيعمل باي باس على العسر، مش بيخاف من العسر، مش بيهرب من العسر. معظم الناس اللي وصلت لسعة كبيرة، ودي عشان كده لما بتحصل أحداث عظيمة أو تحديات كبيرة، الناس اللي بتكون في مساحات انها بقت قادة، ايا كان بقى، هو قائد في بيت ولا قائد في مؤسسة ولا قائد في مكان ما، انه قدر يوصل لدرجة انه عارف يسع الحدث. بقى في سعته. مش علشان دايما اللي بيحصل جميل، لا، علشان اللي بيحصل في سعته. فهو بقى مرن انف مع العسر واليسر. بقى عنده مرونة كافية انه يدير السهل والصعب. فده اللي بيبقى حاله الداخلي حصل فيه نضج. لما بتحدث أحداث في الخارج، فأووا إلى الكهف. ارجع اظبطها جوه. ارجع خد بالك من سعتك. فأنا لو حسيت إن هذا الأمر أكبر من سعتي، ممكن أحتاج سعة إضافية. بمعنى إن أنا بطلب المساعدة. في بعض الناس بتدخل الحياة طول الوقت بوشه، يلا أنا هعمل كذا، لا أنا هقدر يا سيدي. ما عنديش مانع إنك تقدر، بس تكون فعلا جاهز لهذه السعة، جاهز لهذا الإنفاق، جاهز لهذا التحدي. طب أنا مش جاهز له دلوقتي، مفيش مانع إني أجهز له
بس هي مش بالريزيستنس، مش بالمقاومة. فمحتاج أشوف أنا فين. طول ما أنا مفيش ريزيستنس داخلية، مفيش مقاومة، هذا الأمر في سعتي. أول ما يبدأ المقاومة تشتغل، دي مش حاجة وحشة. اتس اوكي ان انا ابقى واعي على المقاومه، واكون في سلام مع هذه المقاومه، وانتبه لهذه المقاومه اللي جوايا، وابدا بالتدريج اتعامل معاها. زي ما اتكلمت المره اللي فاتت، ان قدرتي على الاستقبال تبقى اعلى، اني ارفع الاحكام اللي انا حاططها واقدر استقبل، اقدر اخد الوعي والنور والطاقه اللي موجوده في هذا الحدث، في هذا الشيء. فبالتدريج كل لما اقوي الى الكهف، بيعلمنا مع الوقت اني انا معايا اينما كنت. معلش المصطلح ده ممكن يكون غريب على البعض. كتير احنا بنتخلى عن نفسنا في الاوقات الصعبة، ان حصل مشكلة فبسيبني واركز مع كل حاجة حواليا الا انا. او حتى ساعات حصلت حاجات جميلة فاسيبني واركز مع كل حاجة الا انا. انا مش موجود في حياتي، انا مركز مع الناس. مش بمعنى ايجابي ولا سلبي، اللي شاغل وقتي طول الوقت الناس، الظروف، العيال، الزوجة، الزوج، بتاع ده مش غلط، بس ده مش كافي. لاني انا موجود في التجربة. لكن بالظبط في ممثل واخد دور البطولة، وهو يعني ملوش دور في الفيلم، وهو البطل اللي محطوط على التتر. فكل واحد هو بطل قصة حياته. يعني انا لو مش بطل قصة حياتي، هبقى بطل قصة حياة مين؟ يعني دي قصة حياتي. فأنا في بعض الناس بتلعب دور الكومبارس في قصة حياتها. فأنا يعني مش مهم، يعني خليني في الآخر. يعني تخيلوا معايا لو في فيلم ممثل وهو بطل الفيلم، لا لا مش مهم. اتفضل حضرتك، يعني خد انت المشهد ده، خد انت اللقطة دي. لا لا مش اضربه انت، اضربه انت، انت اسرق الفلوس وانا. فأحيانا احنا مش واخدين بالنا احنا بنلعب اللعبة دي. ده مش معناه اني اسفه ممن حولي، بس برضه مش معناه انك تسفه نفسك، لان احنا عندنا نهي اصلا. عندنا كده إشارة عظيمة جدا. الناس اللي أخذت معايا وعي الأنبياء أو حصلت على هذا الكورس، يعني في وعي إبراهيم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. إن ما يبقاش على هذا الوعي، إن ده بيقلل نفسه. إن إحنا كتير جدا عندنا فكرة إنك كل ما تقلل نفسك، كل ما تبقى إنسان جميل، كل ما تبقى إنسان بتاع ربنا، كل ما تبقى إنسان موصول. معرفش إزاي، بس هي بطريقة ما عندنا الوعي ده موجود. فكل ما حد يقول لك أنت حلو، تقول لا 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 لا. انت بذلت مجهود، لا والله دي اقل حاجه عندنا. يا سيدي انت والله عملت اكل كتير، لا خالص خالص. لا، هو في الحقيقه عملت كتير. يعني استقبل ده. قول شكرا، شكرا انك خدت بالك ان انا بذلت مجهود. شكرا انك خدت بالك من حاجه زي كده. انا مبسوط انك انتبهت لحاجه زي كده، لانك عملت كده. كل ما اقلل نفسي، كل ما اسفه نفسي، فانا اكني بعمل ايه؟ انا عندي ساعه بس انا مش موافق عليها، بقول لا خليها اصغر شويه، اضغط نفسك اكتر. فلما بكون في هذا الوعي وهذه الطاقة، بشد لحياتي اللي يضغط عليا، لأني برسل رسائل طول الوقت لمن حولي إن أنا أقل مما أنتوا شايفين. لأن ده متباع بطريقة ما، إنك كل ما تقلل نفسك تبقى إنسان جميل. مش معنى كلامي إنك تكبر نفسك أكتر من اللازم. الناس اللي بتاخد معايا سلطان الأسماء، في اسم عظيم جدا بناخده اسم الله الكبير. إن الله عز وجل الكبير، واللي بيتصل بالكبير ربنا بيكبره. بس بيكبروا بوعي، بيكبروا بالتدريج، مش بيكبروا بينفخوا. يعني في فرق بين ان انا قاعد اكبر حد عشان انفخه، وفي حد هو كبير لانه فعلا كبير، مش لانه بيمثل انه كبير، هو فعلا كبير. فالناس لما بتدخل ونقعد اقول لك يا جماعه ما ينفعش تتكلم لأن الكبير قاعد، ان هو كبير. هو احكم واحد موجود، هو اكبر واحد موجود، هو اكثر الناس وعيا في هذه المساحه، هو اشطر واحد في هذا المجال، فهو كبير. هو مش محتاج انك تكبره. بس في حد لانه ما عندوش الوعي ده، لما بيكون كبير في بعض المساحات، في بيزنس، في علاقة، في أسرة، هو مش سامح لنفسه انه يكون في مكانه. فبيقلل نفسه ظنا ان ده معنى جميل ولذيذ وحلو. التواضع مش معناه ان انا اقلل نفسي. التواضع معناه ان اضع نفسي في مكاني الصحيح، اني اكون في وضعي بدون زيادة وبدون نقصان. ده وضعك الطبيعي. وحتى لو انا عايز اتواضع، بمعنى التواضع اللي احنا فاهمينه، ان بتواضع لله، لان الله هو الكبير. فانا لا يمكن اقدر اصل
لدرجة واحس اني انا اكبر من هذا الاله. فانا طول الوقت متواضع لله. عشان كده حتى عندنا من تواضع لله رفعه. ان انا بتواضع عشان انا جاهز للاستقبال اكثر من هذا الاله، فربنا بيرفعني اكتر. فانا متواضع طول الوقت ليه؟ لان باخد منه هو. لكن لو انا ربنا عز وجل من عليك او من عليك وحطك في مكانة انت فيها كبير، املى مكانك. لاني لما هصغر واقلل نفسي، فالمكان بتاعي ما بيتملاش، فببدا اشد ليه اللي يملوه جنبي. ببدا اكني بتضغط. انا الكرسي اروح جاي مضيق نفسي جدا 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 في الكرسي، فاخد ناس حواليا يبداوا يخترقوا واقعي. مش معنى كده ان انا بملى مكاني عشان مش هسمح مش من هنا، لان هو ده مكانك. ده مكانك الطبيعي. انت اب، انت ام، انت زوج، انت ابن، فكل حد له مكان. املى مكانك كابن، املى مكانك كزوج، املى مكانك كمدير، املى مكانك كموظف، املى وات ايفر. لكن لما بيكون بطريقة ما مش واعيين على اللعبة دي، بنبدأ نقلل من أنفسنا، فنسمح لطاقة الاستغلال أن تخترق واقعنا. وبعد شوية نلعب لعبة لذيذة جدا، لعبة الضحية. أصل هم، أصل الناس، أصل الظروف، أصل. أيوة، فإيه الحل؟ إن هم يبطلوا يبقوا وحشين عشان أنا أبقى كويس. لو بس شاءت الظروف، لو الوقت سمح، لو وافقوا، لو بس أنا ماليش يعني أكسس على حياتي بشكل أو بآخر. فبالتدريج محتاجين نتدرب إن إحنا نبقى واعيين على السعة بتاعتنا. والسعة دي من أحد التجليات العظيمة فيها اسم الله الواسع. ساعات إحنا بنسمع الاسم ده، إن الله الواسع معناه يعني بقى إيه؟ يا رب وسعها عليا، يعني الدنيا تبقى كبيرة وواسعة وجميلة. عايزكم تفهموا حاجة يا جماعة، إن الله عز وجل بيتعامل معانا بحكمة. ومهم نبقى مدركين جدا الوعي ده. يعني إيه؟ في فرق إن أنا بطلب من حد وهو اللي أنا عايزه بيديهولي، سواء بقى الحاجة دي كويسة وحشة، هتنفعني مش هتنفعني، واني بطلب من حد وهو بيديني بحكمة. في فرق ضخم من الاتنين. كتير من الناس تبقى واقعة في الحتة دي ومش واعية عليه. فانا ممكن اطلب الوسع، ايوه، بس في وسع لو حصل في واقعي يرتبك، انا مش جاهز له رغم انه وسع. يعني في بعض الناس ممكن يكون هو تعامله بألف، ألفين، تلاتة، عشرة، عشرين، هو عايز وسع. لو دخل له مليار هيرتبك. قول بس مالكش دعوه، هاته بس مالكش، لا يعني انت بس حضرتك لو قلت لك عايز احول لك مليار، طب انت هتحولني على ايه؟ طب ازاي؟ طب البنك هيقول لي ايه؟ هيقول لي الرقم ده جبته منين؟ طب لو جبتهم لي كاش هاخدهم ازاي؟ طب لو حد شافني؟ طب لو سرقوا مني؟ طب في حد السعه بتاعته بالمليارات لانه عنده بيزنس، عنده استثمارات، عنده شركات، عنده وات ايفر، فالرقم ده بالنسبه له رقم بيعرف يدوره بشكل طبيعي. طيب يعني انا لو دعيت ربنا انه يوسع عليا، مش هيديني الرقم ده، هيديني بالتدريج لغاية لما تبقى سعتي جاهزة لاستقبال الرقم ده. فانا هكون في 1000 فلاقي سعتي بدأت توصل ل2000، فهيحصل لي شوية مقاومة لاني مش جاهز قوي، بس مقاومة في سعتي. زي اللي بيروح الجيم، بيجي يشيل 5 كيلو مثلا لسه رايح جديد، فبعد شوية بدأ راح خلاهم 7 كيلو ونص مثلا، فلسه تقيل شوية، بس التقل في سعته. بس مش هنقله من 5 كيلو ل 30 كيلو 40 كيلو، مش هقدر اقول لك مالكش دعوه. بس هو بالظبط نفسه يقول اديني بس الرقم مالكش دعوه، حط لي بس وزن زياده ومالكش دعوه. هي مش كده. فلو الكوتش اللي واقف معاه في الجيم حكيم وعنده وعي، كان في كوتش مره بتدرب معاه اسمه حكيم الله يكرمه، فالكوتش ده لو عنده هذه الحكمه هو فعلا حكيم، هيقولوا لا ما ينفعش الرقم ده، احنا هنزود، بس هنزود نص كيلو، هنزود كيلو. انا عايز مالكش دعوه، بس انا جامد جدا. ساعات جدا احنا بنعمل كده، يا رب بس اديني ده انا هتصرف مالكش دعوه. اصلا الحاله دي حاله عدم جاهزيه. ان اللي بيدبدب في الارض هو مش جاهز، هو لسه في وعي طفولي، دي مش شتيمه، هو لسه الحته دي ما نضجتش عنده. لان اللي جاهز للاستقبال لما حتى هيطلب ما بيطلبش وهو بيدبدب في الارض، هو بيطلب وجاهز. يعني مش هتلاقوا حد مثلا قاعد بيخبط في الارض عشان هيشيل وزن، تلاقيه واقف كده بياخد نفسه، بيجمع طاقته علشان يعرف يحمل الطاقه ديت اللي هتضاف ليه.
فلما ادعي ربنا انه يوسع عليا، فهو بيوسع عليا بس لاني مثالي وعالق في وعي المثاليه وبشوفها زيرو و100. فانا مستني ال100، بس مش واخد بالي ان الزيرو بقى 10 15 20 25. الدنيا قاعده بتوسع. هي بتوسع بالتدريج، لان من اسماء الله الحسنى اسم الله اللطيف. ان ده اسم عميق جدا في الكون، حتى جاء على لسان اهل الكهف: وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا. انه يتلطف، يبقى واعي على انه بيتسع بالتدريج، انه بيكبر بالتدريج، انه بيفهم بالتدريج، انه بيطبق بالتدريج، انه بيخس بالتدريج. معظم الناس اللي مش في الوعي ده: انا عايز اخلص، عايز بسرعة، عايز اوصل للوزن ده، عايز اوصل للرقم ده، عايز اوصل للعلاقة دي، عايز بسرعة، عايز في خطوة. ده مش وعي نوراني. الوعي اللي فيه نور، الوعي اللي فيه اتصال، بيبقى فيه تدرج. لاني انا محتاج التدرج. ليه محتاج التدرج؟ لاني لما بتدرج بتعلم حاجات لسه ما كانتش موجودة في وعي. اتعلم شويه صبر، اتعلم شويه اتقان، اتعلم شويه احسان، اتعلم شويه وقت، اتعلم ان اريح واشتغل. بتعلم لان لما هكبر وانا معايا الوعي ده هعرف اكبر بيه في كل مساحه. لكن لو حصلت لي فجاه هتضيع فجاه. واقرأوا كده على الابحاث اللي اتعملت عن الناس اللي كسبت اليانصيب والحاجات اللي بتتعمل، انه فجاه لقى بقى معاه مليارات، وبعدين بقى مسجون او بقى عليه ديون. إيه ازاي يعني؟ لان هو ما عندوش وعي اداره هذه الارقام، ما عندوش وعي انه يدير علاقه، ما عندوش وعي انه يدير بيزنس، ما عندوش ما يعرفش ده، لم يتدرج. الناس المحترفه جدا حتى في البيزنس، لو جاء ابنه مثلا قال له: بابا انا عايز اشتغل معاك، ما بيحطوش في منصب كبير، يبدأ يخليه يتدرج عشان يفهم كيف تدار الامور. والناس اللي مش فاهمه يقولوا: بص الراجل الظالم ده، انت ربنا موسع عليك ومشغل ابنك في مكانه صغيره، ما تديله. هو لانه حكيم وفاهم انه عشان يعرف يدير شيء محتاج يختبره، فبيديله ده بالتدريج.